السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقالي مدة ما عملتش فيديوهات. أنا بعمل الفيديو دوت من مدة علشان لقيت في الوقت ده إن في دعوات كتيرة لمقاطعة الإعلام أو محاربة الإعلام، وإزاي إن إحنا نقدر نقاطع إعلام قوم لوط أو إعلام الدجال. ودي كانت فكرة أنا كنت يعني بشجع عليها من زمان، واتكلمت مع صفحات كتير بخصوصها، لكن للأسف ما كانش فيه أي نوع من الإيجابية في التعامل. إن إزاي نقدر نحارب الإعلام المصري، أو إزاي نقدر نوقفه عند حده. وفي طرق ووسائل كتيرة كنا نقدر نتخذها لوقف الإعلام المصري عند حده. والإعلام المصري زي ما انتوا عارفين، وأنا عارف الكلام ده من زمان، من حوالي سنتين، قدر إنه نجح يعمل خطوات استباقية ضدنا وضد الشعب المصري وضد الإسلاميين بالأخص، وقدر يضحك على يغيب عقول الشعب البسيط والناس اللي هي بسيطة، اللي بتقعد على القهوة تشيش، والناس اللي بتقعد في البيت بتتفرج كل معلوماتهم وكل حاجة بتخش لهم، حتى ما بيقروش الجرايد، هما بس بيسمعوا من الإعلام. ففي ناس بسيطة كده في مصر، يعني من الجهلة ومن الناس العاديين قوي، اللي هم كل معلوماتهم بتجيلهم من الإعلام، وقدروا ينجحوا في خطأ. يعني مثلا الإعلام المصري قدر ان هو يضيع المشوار الانتخابي لحازم صلاح ابو اسماعيل. ما تقوليش ورق وما تقوليش بيانات من امريكا، لا، الاعلام عرف يضرب الخطوة دي، وعرف يضرب خطوات تانية، وعرف ينزل شعبية مجلس الشعب، وعرف يعملوا حاجات كتيرة. صحيح بنكسب في الانتخابات وكل ده، بس كل مرة بنتلقى منهم ضربات جسيمة وبيأثروا في كتير من قواعد الشعب. فدلوقتي انا شايف الحمد لله ان خلاص ان في ناس كتيرة فاقت وقالت ان الاعلام ده لازم يقف عند حد يقف. في صفحات كتير بتنادي بالمقاطعة. انا بس عايز اقول لكم خبرتي كواحد خبير في الموضوع ده وعارف ازاي الخطوات اللي تتبع لوقف اي برنامج، او مش حتى لوقفه، او لحد يعني انك تصلح منه، او ان هو يلم نفسه بمعنى اصح. الخطوات ما تتعملش بالمقاطعة يا جماعة. المقاطعة ديت محتاجة سنة، ومحتاجة شغل رهيب، ومحتاجة على مستوى الجمهورية عشان تعمل تأثير بعد سنة. احنا عايزين حاجة فعالة سريعة لمدة شهر، بوم بوم، وتبقى فعالة. واحنا هنا الحمد لله كجالية مسلمة في أمريكا عرفنا نوقف برامج كتير، عرفنا نوقف إعلانات كتير، عرفنا حتى نشيل ألعاب معينة ومنتجات معينة من محلات كبيرة، اللي هي يعني زي تشينز، يعني زي وولمارت وحاجات زي كده. المقاطعة مش هي الحل. خلينا اشرح لكم الموضوع بكل بساطة. واحنا كمسلمين هنا احنا اقلية، يعني احنا مش احنا الاغلبية. فتخيل احنا الاقلية وبنقدر نوقف برامج. تخيلوا انتوا بقى في مصر اللي الشعب مسلم، وانتوا الاكثرية وانتوا الاغلبية، ومش عارفين تسيطروا على الاعلام بتاعكم. يعني سبحان الله. يعني ده بفلوسكم وتلفزيونكم والوقت بتاعكم والبرامج اللي بتخش بيوتكم، ومع ذلك انتوا قاعدين مستسلمين، لا حول لكم ولا قوة، قاعدين كده بس فاتحين بقكم وبتتفرجوا. يعني زي ما بتتاخدوا على قفاكم وبتقولوا كمان، او يعني منتهى الذل بصراحة. واحد بيتشتم، دينه بيتحرف، بيتلعب في معتقداتكم، وانتم ولا حول ولا قوة لكم، قاعدين بس كده متلقيين للضربات. سبحان الله. يعني شعب عجيب بصراحة، ان انتوا بس 30 سنة كنتوا مضغوطين، فتعودتم على السكوت، او ان مفيش فعالية او ايجابية انك انت ازاي توقف حاجة غلط. فخلينا اشرح لكم بطريقة بسيطة ازاي تعمل عملية ردع لأي برنامج، أو تحذف أي برنامج، أو حتى تفشخ أي قناة. أي برنامج، لنفترض مثلا برنامج إكس، أو برنامج مثلا
سين صاد، او يعني مثلا برنامج زي برنامج ابراهيم عيسى او برنامج منى ايا كان البرنامج اللي انت ايه عايز تعمل له تارجت، او عايز تعمل هو هدفك انك يا توقفه يا يخليه يلم نفسه يا كده. كل برنامج بيكون ليه انا معرفش في مصر بصراحة بيبقى ايه، بس تقريبا يعني بيبقى 4 أو 5 اعلانات هما اللي بيعلنوا في الوقت البرنامج ده، او كل اعلان بيبقى عن منتج معين، 5 أو 6، او بيبقى كل برنامج ليه 5 معينين في الوقت بتاعه، في التايم اير بتاعه، يعني في وقت اعلانه، في وقت مشاهدة البرنامج بتتلعب الاعلانات دي. فانت تمسك المنتج الاول او المعلن الاول. المقاطعة ملهاش فعالية ومجهود صعب وكده. دلوقتي مثلا تمسك المنتج الاول. المنتج الاول ده ليه بدائل طبعا، اي منتج ليه بدائل، سواء يعني ليه بدائل منتجات اخرى يعني. فتمسك المنتج الاول، تعرف هو مين، تعرف صاحب الشركة مين، تعرف مين اللي مسؤول عن الدعاية، تعرف الكونتاكت نمبرز، ارقام التليفونات، الفاكسات، وتروح عامل حملة. عامل حملة انك مثلا ايه الاول تبتدي ناس كاصحاب الصفحات. انا ما شاء الله شايف ان الصفحات اللي بتقول عن المقاطعة دي، في منهم مثلا زي صفحة كلنا خالد سعيد الاسلامية، صفحة كان فينا ابو اسماعيل قبل الثورة، الصفحة بتاعت أنا بكره عمرو أديب. كل دول ما شاء الله 150 ألف 160 ألف فما فوق عدد ال الناس اللي في الصفحات دي. فمثلا الصفحات الميجرز دي او الصفحات الرئيسية دي، الاول تبتدي تراسل المعلن او المنتج عن اللي هو صاحب الاعلان. تقول له احنا كذا، تقدم نفسهم احنا كذا كذا، وما يرضناش ان ده بيتلعب في معتقداتنا وبيتقال حاجات غلط وحاجات ضد المجتمع المصري وحاجات بتبدل في آرائنا، واحنا ازاي نسمع اطفالنا واحنا غير راضيين عن اللي بيقوله المذيع دوت، لانها حاجات بتمس عقيدتنا، حاجات بتمس وطنيتنا، حاجات فيها نوع من عدم الحيادية وعدم، وانت كمنتج وانت منتج شعبي عائلي، كلام من الكلام الحلو ده ترسله نحن، وانا صفحة كذا وعندي 160 ألف، وانا ما يرضنيش ان انا قطعك، بس انا حاولت بعرفك من الاول ان لو استمريت انك تخلي اعلانك في البرنامج ده، معلش متأسفين مضطرين نتنيل وإيه، وهنعمل لك بقى دعاية على الإنترنت، وهنحط منتجك، وهتبقى حملة، وهنعمل حملة، وأنا بس في صفحتي 160 ألف، والتاني بقى يقول له أنا في صفحتي 200 ألف، والتالت. فلو 3 4 صفحات يتصلوا بيه في نفس الوقت، مواطنين عاديين يتصلوا بالشركة، محتاج انت حوالي ايه، ما بين 200 ل 300 مكالمة. الأكتر يا ريت، يعني لو 1000 مكالمة يا ريت، انتوا شعب كبير 80 مليون. بس لو انت محتاج على الأقل على الأقل 300 ل 400، يعني 150 ل 250 مكالمة. برضو يتصلوا يقولوا نفس الكلام دوت، ان ده برنامج ضد القيم، وازاي نفرج عليه اطفالنا، واحنا بنبقى قاعدين العائلة وبنسمع كلام عجيب في البرامج دي، ويا ريت تشيل والا هنضطر، احنا بنحب المنتج بتاعك بس هنضطر نقطعه، وفي بدائل تانية. ففي نفس الوقت اصحاب الصفحات يبعتوا، وبعدين 200 مكالمة مع 200 300 ايميل، ايميل باسطمبة واحدة باسلوب واحد بالكلام المعين، على 400 فاكس. فكل ده بقى 400 ايميل مع 400 فاكس مع 200 مكالمة. واهم حاجة ان مفيش قيادات تتصل. يعني ما ينفعش مثلا واحد زي الشيخ حازم ابو اسماعيل يتصل، او واحد زي البلتاجي يتصل بالمعلن. ليه؟ لانك لو اقطاب معينة اتصلت، انت كده ده كده مش الشعب، انت عايز المواطنين العاديين هم اللي اتصلوا. لان لو واحد من المشهورين دول اتصل بالمعلن، والمعلن كده بقى ما يقدرش يشيل الاعلان. ليه؟ لان هيتقال ده رضخ لما مش عارف مين اتصل بيه، ده خاف من مين فراح هتبقى اهانة ليه. لكن احنا عايزينه حاجة شعبية، حاجة من الشعب، حاجة من المواطن العادي، يتصل بالمعلن، بالراجل صاحب الشركة او اللي بيعلنه المنتج ده،
ويقولوا له لا احنا عايزين هنقاطع لو انت ما احترمتش ارادتنا واسلوب عيشتنا وحياتنا واحنا اطفالنا بتتفرج ازاي انت منتجك بيدعو يبقى حاجة للاطفال وبتعمل اعلانك في حاجة ضد القيم وحاجة بيذيعوا الكذب. يعني مثلا المنتجات الأباحية هنا ما بيجوش يعلنوا عنها في برامج الأطفال. ونفس الشيء ما بتلاقيش حاجات مثلا إعلان معجون سنان طلع لك مع فيلم إباحي أو مع فيلم معرفش يعني في common sense يعني ما ينفعش. فأنت لازم فلازم تفهموا ان اي واحد بيعمل اعلان او اي واحد بيعلن عن منتج الهدف منه ان هو بيبقى عايز يزود مبيعاته، بيبقى عايز يزود مبيعات منتجه، مش عايز اي قلق ودوشة وايميلات وتليفونات وناس متضايقة من اعلانه او بتهدد من صفحات انها تعمل له شوشرة وهيصة. لا هو يعني هيقول لك كفى المسلمين شر القتال ويروح ساحب اعلانه من البرنامج ده يحطه في برنامج تاني، يحطه مع فيلم مع تمثيلية. يعني مش هيبقى بس لو لقى القدر الكافي من القلق والشوشرة اللي هي عن طريق اصحاب الصفحات، عن طريق الناس اللي هتتصل، المكالمات، الايميلات، الفاكسات، الحاجات دي. يعني لازم تروشه صاحب المنتج. بعد كده هو لما هيأدي لازم أصحاب الصفحات يطلبوا إن هو يكون لما يسحب إعلانه يكون مسبب، وبعد كده يديلهم يدي لأصحاب الصفحات إن هو خلاص قرر إن هو استجابة لرغبة الجماهير أو الشعبية إن هو سحب أهو برنامجه بإعلانه من البرنامج ده. وزي ما عملت له شوشرة او اتصالات تبعتوا له بقى رسائل شكر ونشكرك ان انت احترمت قيمنا واحترمت الاسرة ونشكرك جدا وانك انت عملت سحب الاعلان، وتنشروا الجواب على الصفحات في الفيسبوك وتعلنوا ويعني زي ما هددتوه برضو تشكروه. دلوقتي بقى المسألة هتبقى أسهل مع المنتج، تخش على المعلن رقم 2. دلوقتي نفس الأسلوب بس بقى هيبقى أسهل. ليه؟ لأن دلوقتي انتوا هتكونوا مدعمين بجواب من المعلن الأول. فشوف ده بقى ازاي سمع كلامنا، شوف هو ازاي احترم رغبات الشعب المصري، وده الجواب اهو. هتبقى العملية أسهل مع المعلن التاني، وهكذا مع المعلن التالت. لو وصلتوا الرقم 4 تشيلوا 4 إعلانات، انتوا كده خلاص أي برنامج كده يعتبر بخ. مفيش برنامج يستحمل ان يتشال. هو مع الإعلان التالت هيبتدي البرنامج يتعدل ويلم نفسه. لكن لو شلتوا 4 أو 5 خلاص البرنامج مهما كان بخ راح من على الهوا، لأن مفيش الفاينانس او القدرة ان البرنامج يستمر من غير الاعلانات ديت. فلو قدرتوا تشيلوا 5 اعلانات كونسيدر البرنامج خلاص باظ. يعني يا اما اصحاب القناة هيوقفوا البرنامج، يا اما هيقولوا للمذيع تنيل على عينك، لان هي اتس بيزنس يعني. ما يغركش، هم مش فاتحين علشان ببلاش. المذيعة اللي بتاخد كذا مليون لازم تجيب كذا مليون برضو في إيرادات من الإعلانات. لو ما قدرتش تجيب كام مليون إيرادات إعلانات يبقى هي ما تستحقش كام مليون إنها تقبض. it's 1 plus 1 equal 2. فأنتم كشعب وكجماهير وكشباب انتوا اللي في ايديكم ان انتوا تقدروا تسيطروا على الاعلام وتخلوه، بس محتاجة تنظيم. ما تقوليش مقاطعة، المقاطعة مش هتجيب نتيجة. طب ما انت ممكن تعمل في صفحتك هنقاطع مش مثلا منتج الف او منتج شيبسي. طب ما هيجي الليبراليين وهيجي لك المسيحيين وهيجي لك هيروحوا شاريين بدل الواحد 2 و3. يعني مقاطعة ايه اصلها؟ انت ما ينفعش. وزي ما فهم زي ما مش عارف مش فاكر قلت في الفيديو ولا لا، ما ينفعش اشخاص ذو اقطاب معينة انها تتصل. لازم تكون حركة شعبية صرفة، يعني ناس مواطنين عاديين، امهات تتصل، ابهات، شباب، كل فئات العمرية تتصل بالمعلن. بس في اي برنامج تستهدفوه لو قدرتوا تشيلوا 3 أو 4 أو 5 إعلانات ده ممتاز، وتجيبوا منهم جوابات وتعرضوها على الفيسبوك وهكذا. هي دي الطريقة المثالية انك تقدر توقف اي برنامج. غير كده يعتبر لعب عيال. المقاطعة مش هتجيب نتيجة.
لان لو انا عارف، لو انا ليبرالي او انا واحد ملحد وشايفك انت بتقاطع المنتج ده، هنزل انا ادعم المنتج ده. فعملية مش هتجيب همها. بس انت لما تتصل بالمعلن رئيسيا وتهدده انك عايز كذا، وانك مستاء ان هو بيعلن خلال البرنامج ده، وان المفروض كقيمه وتوعظ فيه ان ما ينفعش انك انت تعلن في البرنامج دوت، والبرنامج ده بيلعب في ثوابتنا وبيلعب في الثوابت الإسلامية وبيقول حاجات غلط وكده. هو مش عايز قلق ومش عايز شوشرة. بس فهي دي الستبس، انك تحارب الاعلام وتعمل له ردع. انك تشوف المعلنين، ما تروحش على المعلنين كلهم مرة واحدة، تروح على معلن واحد